خوتي خواتاتي، اللي وقع في ماتش الجيش الملكي وصن داونز ما كانش غير مقابله عاديه دازت وسالت، لا، اللي وقع خلى بزاف ديال الناس يتسائلوا واش الكره الافريقيه ولات داخله في مرحله خطيره، وشنو اللي خلى التوتر يوصل لهذه الدرجه. كما كتشوف الصوره المصغره، الملك محمد السادس او فوزي القجع بملامح ديال الغضب، او احداث حنا كنتسناو، واش فعلا الكاف والجامعه غادي يدخلوا بعد هذه الاحداث اللي شافها العالم كامل؟ هذا الماتش اللي كان منتظر بزاف بين الجيش الملكي المغربي وصن داونز الجنوب افريقي عرف واحد الاجواء مشحونه من البدايه. الجماهير كانت داخله بحماس كبير، كما كتشوف في الصوره المسخره، راه تدخل السلطات او قمع واعتداء على الجماهير المغربيه او الهمجيه، والضغط كان واضح سواء داخل الملعب او حتى في المدرجات. ولكن اللي ما كانش متوقع هو ذاك الفوضى اللي وقعت مباشره من بعد. نهاية اللقاء واللي خلات صور صادمة تنتشر بسرعة كبيرة في السوشيال ميديا. الناس اللي كانوا في المكان كيقولوا باللي الوضع تقلب بسرعة، وبدأ التدافع والصراخ وسط الجماهير، خصوصا بعد ما بدات بعض الاستفزازات بين الأنصار. بزاف ديال الفيديوهات بينات حالة خوف وسط المدرجات، وبعض الجماهير بدات كتجري وتحاول تخرج بسرعة قبل ما الأمور تزيد تسخن أكثر. المشكل الكبير هو أن هذه الأحداث ما بقاتش غير داخل الملعب، بل حتى الإعلام الإفريقي شد الموضوع وبدأ كيهضر عليه بشكل كبير. بعض الصفحات الرياضية في الجنوب الإفريقي حملت المسؤولية لجماهير الفريق المغربي، بينما صفحات مغربية قالت العكس، وأن الاستفزازات كانت موجودة من الطرف الآخر، وحتى التنظيم ما كانش في المستوى المطلوب. السؤال اللي مطروح دابا، فين كانت الحماية الأمنية؟ وكيفاش ما تحكمش في الوضع قبل ما يخرج على السيطرة؟ حيث في مباريات كبيرة بحال هذه اللي فيها ضغط جماهيري وإقصائيات قارية، خاص يكون تنظيم استثنائي، خصوصا أن أي خطأ صغير يقدر يقلب الأمور الكارثة. هذا الشيء كامل خلى الأنظار تتجه مباشرة للكاف. بزاف ديال المتابعين كيستناو واش الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم غادي تفتح تحقيق رسمي ولا غادي تدوز القضية مرور الكرام، لأن أي قرار ممكن يأثر حتى على مستقبل الفريقين في المسابقة وحتى على صورة الكرة الإفريقية كاملة. ومن جهة أخرى، بزاف من الجماهير المغربية بدات كتساءل على دور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خصوصا في هذا النوع ديال القضايا. واش الجامعة غادي تدافع على الفريق المغربي؟ واش غادي يكون تواصل مع الكاف؟ واش في هذه اللحظات الصعيبة غادي يبان الدور الحقيقي ديال المسؤولين؟ بطبيعة الحال اسم فوزي القجع دخل مباشرة للنقاش، حيث أي قضية عندها علاقة بالكرة الإفريقية وكيكون فيها فريق مغربي، الناس مباشرة كيتسناو التحرك ديالو، خصوصا أن عنده وزن كبير داخل الكرة الإفريقية. بعض الجماهير قالت باللي القجع خاصو يدخل بسرعة باش يحمي مصالح الكرة المغربية، والبعض الآخر قال خاص قبل كل شيء يكون تحقيق عادل باش الحقيقة تبان كاملة. اللي زاد سخر الموضوع أكثر هو الصور اللي خرجت لبعض الجماهير وهي في حالة خوف وارتباك، حتى بعض اللاعبين باين عليهم التوتر، وهذا الشيء كيأكد أن الأجواء خرجت شوية على الإطار الرياضي اللي خاص تكون فيه كرة القدم. وإذا رجعنا شوية اللور غادي نلقاو أن مباريات الأندية الإفريقية ولات في الفترة الأخيرة كتعيش توتر كبير، سواء بسبب التحكيم أو الاستفزازات أو حتى الضغط الإعلامي والجماهيري. يعني المشكل ماشي جديد، ولكن كل مرة كيوقع حادث جديد كيخلي الناس تتساءل واش الكاف فعلا قادرة تسيطر على هذه الفوضى. حتى بعض المحللين الرياضيين بداو كيهضروا على نقطة مهمة بزاف، وهي أن بعض الملاعب الإفريقية مازال ما وصلتش للمستوى التنظيمي اللي يضمن سلامة الجماهير 100%، وهذا الشيء كيخلق مشاكل كبيرة خصوصا في المباريات الحساسة. وفي نفس الوقت جماهير الجيش الملكي خرجت بتعاليق كثيرة في السوشيال ميديا، وكيقولوا باللي الفريق تعرض لضغط كبير منذ الوصول لجنوب إفريقيا، وأن الأجواء ما كانتش مريحة نهائياً. كاين اللي قال حتى بعض الجماهير المغربية تعرضت لمضايقات خارج الملعب، لكن الجهة الأخرى أيضاً عندها رواية مختلفة. بعض الإعلام الجنوب إفريقي كيقول باللي الأمور كانت عادية حتى بدأت الاستفزازات المتبادلة بين الجماهير، وهنا خرج الوضع شوية على السيطرة. هاد التضارب كامل في الروايات خلى الجمهور العربي والإفريقي يتابع القضية باهتمام كبير، خصوصاً أن الصور والفيديوهات ولات كتنتشر بسرعة رهيبة، وكل واحد كيحاول يبين الطرف اللي عنده الحق. لكن السؤال الحقيقي اللي خاصنا نطرحه، واش الكرة خاصة تبقى غير منافسة رياضية ولا ولات حرب نفسية وجماهيرية؟
لان اللي كيتفرج اليوم على بعض المباريات الافريقيه كيحس براسو في واحد الاجواء متوتره اكثر من اللازم. المثير كذلك هو ان هذه القضيه جات في واحد التوقيت حساس بزاف بالنسبه للكره المغربيه. المغرب اليوم ولا عنده اسم كبير قاريا وعالميا، واي قضيه فيها فريق مغربي كتولي تحت المجهر مباشره، وبالتالي اي تصرف او حادث صغير كيولي ماده اعلاميه ضخمه. ومن هنا كيبان الدور الكبير ديال المسؤولين سواء في الجامعه او داخل الكاف باش يتم احتواء الامور بسرعه وما يتحولش التوتر الرياضي لعداوه بين الجماهير والشعوب. كاين حتى اللي بدا كيطرح فرضيه العقوبات. واش ممكن نشوفوا عقوبات ضد بعض الجماهير؟ واش ممكن الكاف تفرض غرامات او حتى قرارات قويه؟ هاد الاسئله كامله مطروحه دابا، والكل كيتسنى الساعات الجايه باش يشوف شنو غادي يوقع. الأكيد أن اللي وقع اليوم غادي يبقى حديث الجماهير الرياضية الأيام، خصوصاً أن الصور كانت صادمة شوية والأجواء ما كانتش سهلة نهائياً. ولكن في الآخر خاص كرة القدم تبقى فرجة ومتعة وماشي خوف وفوضى. والأيام القادمة غادي تكشف بزاف ديال الحقائق. واش فعلاً غادي يكون تحقيق رسمي؟ واش الجامعة المغربية غادي تخرج ببلاغ؟ واش الكاف غادي تتحرك؟ ولا غادي يدوز كل شيء بصمت بحال مرات كتيرة شفنا قبل؟ هادشي كامل غادي نعرفوه قريب، ولكن اللي مؤكد ان مباراة الجيش الملكي وصن داونز ما كانتش مجرد 90 دقيقة، كانت ليلة حبست الانفاس وخلات بزاف ديال علامات الاستفهام وسط الجماهير الافريقية كاملة.